السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام بكل أسراره. هنتكلم كده عن كل تفاصيله من تفاصيله اللي هتطلعه معاكي مقرمش من بره وجميل جدا من جوه شارب الشربات بتاعه. تعالوا مع بعض ندخل على الفيديو بتاعنا، بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمع صوت القرمشة. نسمي الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أنا في الأول هعمل الشربات أو السيرم. في حلة معايا نزلت بكوبايتين من السكر، نزلت عليهم بكوباية واحدة بس من المية، وفي الوقت ده كده نزلت بعصير نص ليمونة. عصير نص ليمونة يعني معلقة كبيرة من عصير الليمون. وفي الوقت ده نزلت بالإضافة اللي بعد كده وهي باكت من الفانيليا. الفانيليا بتدي ريحة جميلة جدا للشربات أو السيرم، فمنستغناش عن الخطوة دي. في الوقت ده نزلت كمان بمعلقة من عسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز بيدي تقل للشربات من أقل كمية تسوية، بيظبط لنا نسبة السكر كمان في الشربات بتاعنا، وبيديله كده شربات زي شربات الحلواني بالظبط، وبيدي لمعة جميلة للحلويات المقلية. رفعته على النار لحد الغليان، وبعد ما غلي كده سبته على نار هادية لمدة 4 دقايق، وبعد كده طفيت عنه. وده شكل كده معايا كده في طاسة. نزلت كده بكوباية من المَيّة، كوباية من المَيّة يعني 250 جرام من المَيّة، نزلت عليهم بنُص معلقة صغيرة من السكر، ونزلت كمان برشة صغيرة جدًا من الملح، ونزلت في الوقت ده كده بربع معلقة صغيرة آسفة ربع كوباية من الزيت، يعني 50 جرام من الزيت. أول كده أمّا المَيّة غليت معايا ما بنسيبهاش تغلي كتير، بابدأ كده أول ما بتغلي بابدأ إن أنا أنزل على طول بالدقيق. نزلت بكوبايتين من الدقيق حوالي 250 جرام. بدأت إن أنا أنزل بالدقيق كده وبسباتولا، بدأت كده إن أنا أعجن كده أو أخلط كده الدقيق بالمَيّة والزيت وكمان نُص معلقة السكر ورشة الملح، زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وفي الوقت ده كده بافضل كده إن أنا أقلِّب في العجينة لحد كده ما بتبقى معايا بالشكل ده. باعرف إزاي إن هي استوت، إن هي بتبدأ كده إن هي تبصّم معايا كده في الطاسة اللي هي المقلاية بتاعتي، بتبدأ إن هي تبصّم كده، بابدأ إن أنا أطفي عنها على طول. وفي الوقت ده كده أنا طفيت عنها، ولو الطاسة معاكِ غير لاصقة للطعام بتبدئي إن أنتِ العجينة كده تجمّع معاكِ، في الوقت ده كده يبقى العجينة معاكِ استوت. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل بيها في بولة علشان طبعًا تبرد. أول كده ما بتبرد بابدأ إن أنا أنزل عليها كده بالبيض. أنا معايا في الوقت ده 3 حبات متوسطة من البيض، نزلت عليهم ب3 باكت من الفانيليا. وأول كده ما العجينة بردت بدأت إن أنا أنزل كده أول حبة بيض معايا. نزلت كده بأول حبة بيض مع كمان بالسباتولا كده بدأت إن أنا أتوه كده البيض في قلب عجينة بلح الشام زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. أول كده ما أول بيضة كده بتختفي معايا ببدأ إن أنا أنزل بالبيضة التانية. في الوقت ده كده هانزل بالبيضة التانية مع التقليب كده بالسباتولا بتبدأ كده إن هي تختفي معايا. وطبعًا مش بننزل بالبيض كله مرة واحدة علشان طبعًا العجينة هتاخد مننا وقت طويل جدًا في العجن. في الوقت ده كده نزلت بتالت بيضة، وفي الوقت ده كده لو نزلنا بالبيض كله مرة واحدة العجينة هتاخد وقت كبير جدًا في العجن، ومش هتاخد أبدًا الوقت اللي إحنا أخدناه لو نزلنا ببيضة بيضة. ومعلومة أنا نسيت إن أنا أقولها، إن الدقيق اللي أنا نزلت بيه كان مُضاف له معلقة كبيرة من النشا أو الcorn flour وزنها حوالي 20 جرام، معلقة كبيرة هرمية. في الوقت ده كده وبعد كده أمّا البيض اختفى معايا، بدأت في الوقت ده كده إن أنا ألِم العجينة، وكده يبقى عجينة بلحة الشام معايا جاهزة. طلّعت الإسباتولا كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بابدأ إن أنا أنضّفها، وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أغطّي العجينة. وتعالوا يالّا مع بعض نتكلّم شوية عن نوع التِّب اللي ممكن نستخدمه. أنا معايا التِّبّاية دي، تقدري إن أنتِ تستخدمي أي واحد فيهم، بس أول نوع ده مش هيكون له قلب أبدًا، والنوع ده مش هيدّينا الرسمة الموجودة من برّه، وده كمان برضه مش هيدّينا الرسمة اللي إحنا بنجيبها كده من برّه. النوع الرابع اللي معايا ده، هو ده اللي هيدّينا الرسمة من برّه،
وهيدينا كمان القلب المظبوط لبلح الشام، بيكون كده سنونه داخلة لجوه، ويكون سنونه كده كتيرة زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. أخدت التب كده وحطيته كده في قلب كيسين حلواني، وبدأت كده إن أنا أفتح الكيس من قدام زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. بفرشة كده بدأت إن أنا أدهن كده الكيس الحلواني من جوّه كده بالزيت، وفي الوقت ده كده بدأت إن أنا أحط كمية حلوة كده من عجينة بلحة الشام، ومش نكتر الكمية برضه في الكيس علشان طبعًا أثناء التشكيل يكون كده التشكيل معايا مضبوط، ويكون كده لكل صُبع من بلحة الشام ضغطة واحدة، يعني نضغط كده العجينة ضغطة واحدة علشان طبعًا الصُباع يطلع معانا مضبوط، ما يطلعش كده فيه فواصل. في الوقت ده كده بنضغط كده على القرطاس، وبمقص كده بنبدأ إن إحنا نقص كده بلح الشام على المقاس اللي إحنا عايزينه، وبنحط كده طرف المقص في الزيت علشان طبعًا قبل ما بنقطع بلح الشام، وفي الوقت ده كده بنرفعه على النار. أول كده ما الزيت بيسخن عليه بيبدأ إن هو يقلب نفسه بنفسه، مش بنقلبه غير كده لما بياخد اللون الأصفر الخفيف، بنبدأ في الوقت ده إن إحنا نقلبه. وطبعًا بالنسبة لبلح الشام بالنسبة للطول بتاعه تقدري إن أنتِ تعملي طول أطول من كده، أصغر من كده زي ما تحبي. أنا عملته النهارده الطول الوسط، وممكن حضرتِك تعمليه الميني الصغير زي ما تحبي. في الوقت ده كده ده بيكون شكله كده على النار بيبدأ إن هو يقلب نفسه بنفسه، أول كده ما بياخد اللون الأشقر الخفيف بابدأ كده إن أنا أقلبه. وفي الوقت ده كده بياخد معايا كده تسوية على نار أهدى درجة من النار المتوسطة، وده بيكون شكله كده معايا. ببدأ في الوقت ده كده إن أنا أقلبه لحد كده ما ياخد اللون المظبوط. أول كده ما بياخد اللون المظبوط بابدأ إن أنا أخرّجه على طول، وبنخرّجه كده غامق درجة عن اللون اللي إحنا عايزينه، علشان لمّا بيدخل الشربات ويشرب كده من الشربات بتاعه، بيبدأ إن هو يفتح درجة، وده كده بيكون شكله. في الوقت ده كده هابدأ كده إن أنا أخرّجه من النار أو الزيت، وطبعًا مش بنخرّجه على الشربات على طول، أنا باحطه الأول في طبق وبعدين بانزل بيه في الشربات. وبابدأ كده إن أنا أقلّبه في الشربات كويس جدًا، ولو عايزينه كده قلبه مليان شربات، بنبدأ كده إن إحنا نسيبه شوية كده في قلب الشربات. لو عايزينه كده قلبه كده مش مليان بالشربات بنبدأ إن إحنا نخرّجه على طول، نقلّبه وبنخرّجه، وفي الوقت ده كده بنبرّد الزيت على الآخر، وبنبدأ كده إن إحنا ننزل بكمية تانية من بلح الشام. وطبعًا لازم إن إحنا نضغط الضغطة تكون على الكيس تكون كاملة علشان طبعًا صباع بلح الشام يكون معانا كده كويس بدون أي فواصل. وده طبعًا علشان نضغط بصُباع بلح الشام كويس، لازم يكون كمية العجينة الموجودة في القرطاس مش كبيرة، علشان طبعًا نقدر إن إحنا نتحكم في الضغطة تكون ضغطة كاملة. وفي الوقت ده، ده شكل كده العجينة بتاعتنا أو بلح الشام بعد ما شكلناه، بنبدأ كده إن إحنا نرفعه على النار، ولازم يكون الزيت يكون في المرة التانية بارد تمامًا، علشان طبعًا يدّينا القرمشة الجميلة بتاعة بلح الشام. في الوقت ده كده وأول كده ما بنرفعه على النار بيبدأ إن هو يقلّب نَفْسه بنَفْسه لحد كده ما بياخد اللون اللي إحنا عايزينه، بنبدأ كده إن إحنا نخرّجه وبنحطه كده معانا في طبق، بنحطه في طبق وبعد كده بننزل بيه كده في الشربات، بنبدأ كده إن إحنا نقلّبه في الشربات، وده كده بيبقى شكل بلح الشام يعني حاجة كده اللهم بارك جميلة جدًا، ومكوناته سهلة وبسيطة. هو بياخد وقت شوية كده في التسوية بس بيكون على نار هادية، يعني مش بياخد وقت كتير ولا حاجة. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أخرّج كده بلح الشام معايا، وهابدأ كده إن أنا أرصه في طبق التقديم، وده بيكون شكله كده معايا ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا كده مع بعض ده شكل كده الكمية كلها من كوبايتين بس من الدقيق، ما شاء الله رسمة ثابتة. آخد كده القرمشة الجميلة كده من برّه، جميل جدًا من جوّه، ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده اللهم بارك. طب تعالوا كده مع بعض نشوفه كده من جوّه. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبي لي رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
السلام عليكم.